السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحوال طيبة. الفيديو ديال اليوم غنصايبو السفة مدفونة بالحوت. هاد السفة كتجي خطيرة بزاف، كتجي لذيذة بالنسبة للناس اللي ما كيزعموش يلمطوا البسطيلة وكتجيهم شوية صعيبة وكيعشقوها هما ووليداتهم، او لا علاش لا الا كانوا عندنا ضياف. كتجي فعلا رائعة وتستحق باش تجربوها. تبعي معايا الطريقه والمقادير، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك، وشكرا لكم. ندوزو المقادير، تبعي معايا الطريقه. عندي ملعقه ديال اليازير وملعقه ديال الزعتر، قزبر معدنوس مطحونين. عندي ملعقه صغيره ديال الابزار، ديال الخرقوم، ديال التحميره، ديال الكمون، التوابل ديال السمك، ومليحه، وثومه بطبيعه الحال، الثومه الحامض، نهريسه، وعندي صوص صوجا غادي نديرها. يعني التوابل كلها اللي كنديرو في البسطيله ديال الحوت. شويه زيت بلديه. صافي غادي ناخذ هذاك الحوت اللي غنستعمل اليوم، غنديرو في لا ماريناد. ملحه ضروري حتى هي. ندير شويه الماء. صافي ناخذ السمك اللي بغيت نستعمل. درت انا ميرنا وشويه الفرخ، وعندي شويه الكروفيت. هاد الحوت كل حاجه من جهه، لان كنوفرهم فين ما كنطيب الحوت كنخليه شويه، ودايره في بالي غادي ندير هاد الاكله ديما نبغي نديرها هكا لوليداتي في العشاء اولا في الغداء، كتجي رائعه. عندي بصله مشلضه، عندي هنا البورو تيجي تا هو رائع فيها. غادي نشحر البصله والبورو في واحد شويه الزيت ومليحه. بغيتي ديري الزبده ديري، انا درت الزيت بلديه هنايا. عندي لي شامبينيون، الكروفيت هنايا تا هو الكروفيت. طلعت ليه الغليه وزولت ليه القشره ديالو، وهذاك الماء ديالو صفيته، وانا غنوريكم شنو غنديروا به. صافي الكروفيت كنحاول نديو نجيبو. عندي لي شامبينيون مجففين نوار. فلفلات راني شويتهم ماشي بزاف، غير شويه هكا. ملي كيجيو مشويين كيعطيو واحد النكهه خاصه لهذا النوع من السفه المردومه، كتجي لذيذه فعلا. صافي ملعقه ديال مركز الطماطم. صافي هنا ما درتش التوابل، لان داك السمك اللي دخلت الفران غادي ناخذ هذيك التوابل اللي غتبقى ليا في اللاطه. صافي وكنمزج الحوت اللي كنت درت في الفران مع الحوت اللي درت مع الكروفيت ولي شامبينيون، المسائل كلها. هنا السفه غادي نلبسها بالزيت ونديرها تفور ثلث ساعه، 20 دقيقه. ضروري الفوره الاولى ديال السفه ديما ثلث ساعه في الاول. صافي داك الحوت اللي قلت لكم درت في الفران ها هو خرج. كنحاول نقيه. والماء ديال الكروفيت اللي قلت لكم ها هو باش غنسقي السفه. السقيه الاولى فاش كنفورها الفوره الاولى كنخليه غير كيدوز منها في الكسكاس، ما كنرطبوش فيها، لان باش تفاداي ما تعجنش لك السفه ديالك. هذا الماء اللي يبقى ليا هنا غادي نردو للبرمه باش يبقى يطلع ليا داك البخار ديال ريحه الكروفيت في السفه ديالنا. نديرو مليحه ونسقيو، نحاولوا نرشوها بالماء بارد من الثلاجه. صافي ملي تشرب غنعاودو نزيدوها فوره اخرى مازال، والفوره الاخرى غنسقيوها بالماء ديال الكروفيت. تنكون محتفظه بواحد الكاس اولا جوج كيسان على حسب شحال غيخصني. صافي كنزلها وندير لها الزبده، وغندوزو دابا نديرو المونتاج. راني لقيت الحوت اللي خرجت من الفران مع داك الكروفيت اللي صاوبته بلي شامبينيون، لقيتهم كاملين في اناء واحد هانتوما كتشوفوا.
صافي كندير القاعده لتحت السفه، وكنفرش فوق منها شويه ديال الحشوه، وكنعاود نضيف طبقه ديال السفه، ونعاود نضيف طبقه ديال الحشوه، هكاك حتى كنكملو. هذه الصراحه الطريقه كتجي ساهله، اللي بغى يدير البسطيله ديال الحوت مثلا وما عندوش الورقه، اولا بعيده عليه البلاصه فين تكون الورقه، اولا ما كتعرفش مثلا السيده تلمط البسطيله، ما توحلش ديرها بهذه الطريقه، ديريها لوليداتك ولا ديريها حتى للضياف، كتجي رائعه. وهذا ما كان بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وما تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك، وشكرا لكم.